كمال المغربي طلبنا منه انه يختار لنا واحدة مريضة بالمس الشيطاني ويعالجها قدام الكاميرا. جاب امرأة قرأ عليها برشا آيات وما صار لها شيء. احتفظت لذاتك بإذن الضر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن كان لها أذى تحت تأثير العين أو السحر أو القرائن أو الأذى، أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد، اللهم رب الناس اذهب الباس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه تشوف فيها ما ثماش حتى رد فعل. إذا كان عندها نوع من المس ما تتحملش الأدعية وما تستعملش خواص البسملة، ما عندهاش مرض عضوي وما عندهاش إصابة عن طريق مس وما عندهاش إصابة عن طريق سحر. طلبنا من كمال يجيب لنا حالة أخرى تكون مريضة بالمس الشيطاني باش يعالجها قدامنا. المرة هذه دخلت امرأة العشب كلها وبدأ كمال المغربي يقرأ عليها آيات قرآنية كثيرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أسألك وقاية اللطف أبدا. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله. بسم الله. أقفل أقفل. هاكم تشوف هذايا توا الماء الطاهر اللي نجم يمس القوة الروحية للعلاج. هذه في الحالة هذه إذا كان يهزوها لأي مستشفى أو كذا ما عندهمش حلول، هي كان الأدوية أو كان المسكنات وكان الأدوية اللي تنجم باش تهدي. احنا عندنا الماء وهو طهارة إيمان وشفاء، ترجع تعيش حياتها طبيعية. لكن المرأة هذه في الواقع يظهر اللي هي تخدم معها، على خاطر استقبلتنا أول ما دخلنا عنده ورحبت بينا وشفناها وقت الاستعراض قاعدة على كرسي لبس عليها، لكن هو يقول اللي هي ولات لباس وإنه تمكن من معالجتها.